هلو ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ دخلت عليكم مره واحده كده بالفيديو والميك اب مره واحده. النهارده هنعمل مع بعض ميك اب ينفع للمناسبات والسهرات. انا كنت عامله الميك اب ده، كنت رايحه بيه فرح. عملت حواجبي اوف كاميرا علشان خاطر انا قبل كده عملتها كتير، وعشان ما اخدش من وقتكم كتير عملتها قبل كده فيديوز، اللي حابب يشوفها هيلاقيها في القناه عندي. وعملت كات كريس، بس سبت في فراغ في النص كده علشان يعني قلت اعمل شكل جديد او رسمه جديده مختلفه. وحددت الكات كريس بلون بني غامق زي ما انتم شايفين كده. بعد كده اخدت لون نبيتي غامق وبدات اعمل تمويهه للكات كريس بفرشه رفيعه خالص بتاع التفاصيل كده. طبعا بمسح الزيادات في الفرشه علشان اقدر اموه وادمج الاي شادو ويبقى شكله حلو. بفضل ادمج فيه لحد ما اوصل للتمويهه اللي انا عايزاها. طبعا الباليت اللي انا مستخدماها في الفيديو هنا بتاعه بيوتي جليست، طبعا غنيه عن التعريف. وطقم الفرش اللي انا بستخدماه من عند جيسب، اللي هو الطقم الجديد. بعد كده اخدت اللون افتح شويه من نبيتي وهو على كشميري كده، افتح من نبيتي، وبدات اموه وادرج في اللون النبيتي شويه بشويه. بعد كده اخدت فرشه بنسل فاضيه معلهاش اي حاجه، وبدات ان انا ادمج واموه في اللون اكتر بحيث ان هو يبقى فيه تدريجه شكلها حلو. واي زيادات برضو بمسحها في المنديل. بحاول اعمل لكم رسومات مختلفه للعيون وجديده. قولوا لي لو انتوا حابين الرسومات دي ولا بتحبوا الميك اب السيمبل اللي بيبقاش فيه اي شغبيط زي اللي انا بعملها دي. بعد ما خلصت اخدت بقى الفرشه بتاعه الكات كريس تكون مبططه كده وشعرها تقيل في بعضه، واخدت الكونسيلر بتاع ال جيرل. اي كونسيلر عندك، مش شرط الكونسيلر اللي انا مستخدماه بس يكون درجته فاتحه. بدات ان انا انضف تحت الكات كريس اللي انا رسمته، وبالراحه وانتي بتنضفي علشان ايدك متلخبطش وتدخل على الشادو اللي انتي رسماه. هنا كانت ايدي اتلخبطت شويه وانا بنضف بالكونسيلر، فمفيش اي مشكله لو اتلخبطتي. جبت الفرشه اللي انا كنت راسمه بيها اللون البني وبدات ان انا اظبط اي لخبطه انا غلطت فيها يعني. وخلصت كده بقى الكات كريس بالكونسيلر. جبت بقى درجه اللون البني وبعدها باللون النبيتي، يعني انا هبدا الاول ارسم الخط باللون البني بالفرشه الرفيعه خالص دي اصلا فرشه حواجب عندي. بدأت ان انا اخد خط بره العين شوية بحيث ان انا ادي مساحة وادي مكان للرسم اكتر من العين. يعني انا خدت خط لتحت بحيث ان انا طولت شكل العين او طولت المساحة اللي انا هرسم عليها. طبعا انا مختاره الفرشة دي بالذات علشان هي رفيعة جدا زي ما انتوا شايفين، وزي ما قلت لكم ان هي اصلا بتاعت حواجب، فبترسم خط رفيع جدا عشان اقدر اتحكم في الرسم. هنا بقى اخدت فرشة صغيرة خالص وبدأت اخد اللون النبيتي الغامق اللي انا بدأت رسمت بيه في الاول الكات كريس، وبدأت املى الجنب كده من الطرف شوية. حطيت اللون النبيتي على الطرف الاخير بس من العين، وبعد كده بدأت احط اللون الافتح شوية اللي انا موهت بيه الكات كريس. برضو نفس التدريجات اللي انا عملتها في الكات كريس هعملها وانا بحط الالوان على الجفن. حطيت الدرجة الافتح وبدأت ان انا اموه بين اللون الغامق واللون الفاتح لحد نص جفن العين بالشكل ده. بعد كده خدت لون شيمر من الباليت دي، كنت جايباها من شي جلام، لونه بينك فاتح كده اهوت. وبدأت احط اللون بصباعي علشان بتاخدي بيجمنت اعلى لما بتحطي اللون الشيمر بصباعك.
بعد كده خدت المايسلر بتاعه جرنيل اللي هي بالزيت. على فكره يا جماعه المايسلر دي احلى مايسلر، بتشيل الميك اب الووتر بروف وبتنظف الوش من كل الزيوت والشوائب واي ميك اب زياده، لا خطيره. دي بقى الباليت بتاعه البلاشر بتاعه روزبيري، واخدت فرشه كابوكي واخدت لون كده على بينك غامق. بدات ان انا احط وارفع الخد لفوق. بحب احط البلاشر كده شويه منه على النوز وعلى الدقن عشان ادي زي حيويه كده للوش. بعد كده اخدت الكونسيلر بتاع ميبيلين. ده كونسيلر لون بشرتي بالظبط، هو الدرجه بتاعته 07. وبدات ان انا احدد شويه البلاشر اللي انا حطيته واحطه طبعا تحت عيني. بس خلي بالكم حاولوا تدمجوه بسرعه علشان هو بينشف بسرعه، يعني لو سبتيه شويه هتلاقيه يعلق معاكي ومش هيندمج معاكي بسهوله. هنا بدات احدد زي ما قلت لكم البلاشر عشان ارفع الخد بطريقه باينه اكتر. وخدت البيوتي بلندر، طبعا بتكون مغسوله ومعصوره ومتنشفه كويس من الميه، وبدات ان انا ادمج بسرعه طبعا عشان هو بينشف زي ما قلت لكم. كل حاجه بتندمج في مكانها، بدمج كل حاجه بحطها في مكانها. هنا بقى جبت الباودر بتاعت كريولان، هي الدرجه بتاعتها على اصفر، وبدات ان انا اثبت كل حاجه عملتها بالكونسيلر. طبعا انا مش بحب احط طبقات كتيره على وشي ومش بحب احط فاونديشن زي ما انتوا عارفين. وبدات هنا احدد النوز، اتاكد ان مفيش اي خطوط طبعا بالبيوتي بلندر، وابتدي اثبت تحت عيني. وحددت النوز كده على خفيف بالباودر، يعني يعتبر عملت زي كونتور للانف من غير ما احط كونتور غامق. بعمل اللي انا بعمله ده اسمه بيكنج، انا بسيبه على شويه كده على البشره مده دقيقه كده ولا حاجه، وبعد كده ببتدي انفضه باي فرشه زي ما انتوا شايفين كده عشان يكون ثابت شكله. زي ما انتوا شايفين كده شكل النوز اتحددت. بعد كده جبت الكحل البيج بتاع ريميل وبدات اكحل عيني. على فكره يا جماعه الكحل ده طري وجميل ومن احسن الاكحال الفاتحه اللي انا استخدمتها. يعني انا عندي كحل ابيض ما حبيتهوش زي لون الكحل البيج في العيون، بحسه طبيعي اكتر. ودي طبعا فرشه رفيعه. جبت بقى اللون البني وبدات ان انا احدد عيني واثبت الكحل البيج عشان ما يسحش ويفضل ثابت معايا بالبيجمنت بتاعه لحد اخر الخروجه بتاعتي. بعد كده هبتدي اجيب اللون النبيتي اللي انا رسمت بيه في الاي شادو بفرشه زي ما انتوا شايفين كده رفيعه برضو بس بتاع الدمج، وهبتدي ادمج اللون البني اللي انا حطيته من تحت وانزل بيه تحت الجبن شويه. على فكره يا جماعه الحركه دي بتوسع العين وبتدي شكل العين احلى من ان انا ما احط الكحل او احط اللون وافضل اسيبه كده. ودي طبعا الفرشه البنسل بتاعتي بتبقى فاضيه ما فيهاش اي حاجه، وابتدي ادمج وانزل باللون لتحت. بعد كده جبت اللون الشمر بتاع شيكلام بفرشه برضو رفيعه، وبدات ان انا احطه على مدمع العين من قدام كده على خفيف بحيث ان انا انور تحت العين من قدام. دي بقى الماسكارا بتاعت لوريال بتاعت اير فوليوم. الماسكارا دي يا جماعه من المفضلات بتاعتي، انا عارفه ان هي مقاطعه بس هي عندي اصلا من الاول وانا بستخدمها وبحبها جدا. انا مش عارفه بقى لما تخلص هجيب ايه مكانها يعني.
بدأت بقى احط الماسكارا طبقة خفيفة كده عشان اسند عليها الرموش، واحط ماسكارا من تحت برضو عشان اظبط شكل العينين. ودي الباودر بتاعت شيكلام، الدرجة بتاعتها افتح حاجة تقريبا، هما بيبقوا 3 درجات. انا خدتها بسبونشة تكون مثلثة كده عشان اقدر انضف تحت الشادو واخلي شكله احلى. برضو بعمل نظام البيكنج، برضو بسيبه شوية وفرشة ببتدي ايه انفض الزيادة علشان يبان تحديدة الاي شادو زي ما انتوا شايفين كده. دي بقى الرموش، برضو كنت جايباها من شيجلام، ده كان رمش عندي كامل وانا قصيت نصه ولزقته كده، بحس ان هي بتبقى شكلها طبيعية وبترفع العين. ده الجلوس بتاع ميبلين ليب ليفتر، الدرجة بتاعته تقريبا 06، ممكن تكون ما بانتش في الفيديو، هي درجتي 06. حددت شفايفي عادي بقلم البلاينر على نبيتي كده، وبدأت ان انا احط الجلوس، بحس دي بتدي شفايف كده عاملة زي كأنك حاطة فيها فيلر. ده بقى الهايلايتر بتاع ويت ان وايلد، بحبه بس هو اللون بتاعه مش قوي يعني مش بيجمنت قوي. اخدت كده بفرشه وبدات ان انا احط على عظمه الخد. طبعا اماكن الهايلايتر معروفه، بتبقى على عظمه الخد وبتبقى على النوز وبتبقى عند الدقن كده، وفي ناس بيحطوا فوق من ناحيه فوق الحواجب كده بشويه، بحيث هي دي بتبقى اماكن التنوير اللي بتحط فيها الهايلايتر. وطبعا في ناس بتحط عند مدمع العين برضو، ينفع بيبقى شكله حلو. ترى وده بقى الفاينل لوك، يا رب يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. بصوا قد ايه الرسمه شيك جدا ودقيقه، بصوا يا جماعه كده على التفاصيل، الرسمه طالعه تحفه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، وهستنى رايكم في الكومنتس، واستنوني في فيديو جديد ومفيد مع نوني. باي.